إذا فرطت الدولة خسرنا كل شيء. فحتى لو كانت دولة بيتان اللي هي النازية اللي ماسكتها وعاملتها، فهو بالنسبة له خلت كلمة الدولة الفرنسية مستمرة. فباسم استمرارية الدولة هن بيدعموا هذا النظام كما هو، مع الكذبة المعروفة. والله نحن حكينا معه بس ما رد، يعني ما استمع لنا. هي مشان مثل ما بيقولوا تبرئة الذمة غير البريئة. نجي لتحالف الدولي المسمى أصدقاء الشعب السوري، طلعوا لنا فيه من يوم ما طلع كل المشاريع السياسية الساعية لتحويل المأساة لصخرة انطلاق نحو دولة مواطنة ودولة ديمقراطية غيرها ولم يتعامل معها وهمشها وحاربنا. وكان بذهنه منطق الوصاية تبع عصبة الأمم، إنه نحن اللي بدنا ننصب مين هي المعارضة ومين هي الثورة، ثم نصدر فرمانا باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري. شو هالحكي هذا؟ شو المسخرة هاي؟ يعني صحيح رفعتوا لنا اللي عم يحكوا بقضايانا لمرتبة سفير، يعني بس سفير حمير، مش سفير مختص ولا فهمان بالمنطقة. هو اللي بده يوزع فرمان مين الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، وجبنا 100 اعتراف. بتجيب له 100 اعتراف. كل الفرنك افريك اللي بسموهم بالفرنسية المسخرة، يعني الكاريكاتورات الأفريقية، الدول التسلطية الأفريقية، التليفون بتعطي اعتراف بدون ما تعرف شو الموضوع، بياخذوا توقيعها. وكل الدول اللي مكتبها في جنيف تدفع الأجرة تبعه، الولايات المتحدة أو قطر أو كل هذول بالتليفون حط اسمك. شو المسخرة؟ بتركب اللي بدك إياه مشان يحكم سوريا بكرة ويحكمنا، وبتظن رح يمشي المشروع؟ ما رح يمشي يا جماعة، ما رح يمشي. لذلك مجرد ما انه استمروا بطريقة انه احنا مش مواطنين، احنا تبع واحنا في تصور لهم للتغيير، وهذا التصور بدنا نمشي مثل ما بدهم اياه. يعني معقول انت بتحكي بالعسكرة وبدك تعسكر، تعمل غرفتي عمليات فيها 6-7 دول غير سورية هي اللي بتشرف من التمويل للتسليح، لا وين بتوقف إذا بدك تعمل عملية؟ وين المواطنة والسيادة وسيادة البلد؟ فمن هون يعني اللي صار إنه من جهة اتضاضعت المؤسسة العسكرية، الجيش اللي 500,000 وصل عدده في 2011، بما في القطاعات الصناعية العسكرية، بما في اتضاضعت ونزيف كامل فيها. بس بنفس الوقت جينا نحن 120,000 مقاتل غير سوري بيعملوا داعش، بيعملوا النصرة، بيعملوا كذا، وبيطلع هذول مثل ما بيقولوا اللي نصبوهم ممثلين شرعيين ما بيمنوا على حالهم. فدائما المشكلة الأساسية إنه هل كان في الرأس إنه سوريا البديل هي سوريا ديمقراطية، إنه سوريا دولة مواطنة، إنه سوريا دولة ذات سيادة؟ لا. وبالممارسة مستعد أكتب مجلدات عن ممارساتهم كيف كانت تتعامل مع هذا الموضوع، باعتبار إنه ما لنا هيك. هلا بالصراعات اللي صارت، بالإشكاليات اللي صارت، تراجعوا هذول من 120 دولة، ما بعرف 140، اليوم يلا 3-4 يلا متفقين، اختلفوا، تهاوشوا على الصيدة مثل ما بيقول حمد بن جاسم. وصلنا لأنه الأمريكي اللي كان عم يدرب بده يعملنا مجموعات، يعني جيش وطني، ترك لأنه يئس، دفع 250 مليون، راحت كلها فرطت بين أسلحة وكذا بضربتين من النصرة، حمل حاله وراح لشرق الفرات.